حوصلة شاملة للي صار بعد ما تفضحت حكاية الروضة كيف النصر، فيديوهات باللي زارتيكل معناتها كل شيء موثق، من التدوين اللي هبطتها الروضة إلى النيابة العمومية اتخذت من القرارات إلى الإيقافات إلى فيديو نختموا بيه شنو صار للروضة على عينينا باش نتأكدوا الناس الكل. ويلا بينا مع أول فيديو الساعة يجينا من ديوان فام تدوينة الروضة، نسمعوا مع بعض. البارح قريت التدوينة اللي هبطتها المؤسسة التربوية، الحقيقة تدوينة مستفزة رفيق، مستفزة لدرجة عالية وعالية جدا، يعني حالة إنكار، حالة معناها إنه هذا ما صارش ما فماش. أنت كنت تنجم كمؤسسة تربوية كنت تنجم نفتح تحقيق ونشوف، مش احنا عنا لي كاميرا في كل بلاصة ودرشنية. دونك الحقيقة تمنيت إنه كيما حكيت على المساندة متاع الناس مع الأم، هي بخيتو ولية وكان ولدها عندكم انتوما وأمنتكم على صغيرها، قطعة من بدنها كبدتها عندكم. دونك أبسط الأشياء إنك أنت تساندها وتحاول إنك تبحث عن الحقيقة، مش تنكر اللي صار كغيمون. مشكلتنا مشكلة عقلية احنا في تونس صراحة. تونسي في عقليته هذاك معايا وهذاك مع الآخرين، فهمتني؟ جروبات ديما كاكا. حتى في كلاشات الراب يقول لك هذاك ولد حومتي والآخر ولد درشكو. اقفوا مع الحق، ما عادش تقفوا مع هذاك تابعني وهذاك تابعهم. سهلة. الروضة مثلا سمعت اللي صارت الكا هذيك، يا جماعة نعملوا تحقيق داخلي وننصفوا كل عبد، عندنا لي كاميرا ما هو انثبتوا، خاطر الحكاية راه مش سهلة، مش متاع تجي معاه خاطر تابعني ولا نجي كونترك خاطر كنتي تابع الجماعة الآخرين. هذه الحاجة اللي استفزتني الحقيقة. مانيش نتهم في الروضة ولا حاجة، ينجم يكون الشخص هذاك عمل العملة وحده، لكن كي انت تعمل هكايا وتبث دي ستاتيو كيما هكا، الانسان العادي شنو باش يمشي في مخه؟ قال لك راهي الروضة كاملة خويا، يمكن هي داخلة في الاكسيون في المعبوك، راهم العباد الكل اللي تخدم عادي يكونوا داخلين في الخنار هذا. المهم هذه كانت تدوينة الروضة، ومن بعد الروضة راهي سكرت الباج فيسبوك متاعها وقطعوا من السوشيال ميديا جملة واحدة. كان الشخص اللي قالوا راه هو متهم، والله أعلى وأعلم، مانيش باش نهبط له تصويرته حتى لين يصدر قرار قضائي نهائي. علاش؟ خاطر الله أعلم صار، يمكن يكون هو بالرسم عملها، يمكن مش هو، ما كان يطلع خطيه ولا واحد آخر مصور آخر عمل. كل العباد الكل راكم دخلتوا في دايرة الغلط. أنا الحقيقة نرضياش في روحي صراحة. نعطيكم كان الأخبار الموثقة والوجوه تتهبط، فهمتي؟ ولا بصفة رسمية، والأسامي اللي تتهبط بصفة رسمية. نعطيكمش اسم بجيست باش نطلع كوتا متاعي ولا نركب على الحدث بس ديفيوز، لا. وقت ما يصدر خبر رسمي وقت اخويا واختي الغاليه نعطيكم العباد اناهم واش عملوا. ما نحطش انا تو الخبر غير مؤكد 100% اللي العبد هذاك بالذات هو المتهم، ينجم يكون عبد اخر، الله اعلى واعلم. المهم نتعداو تو للنيابه العموميه. شنو قالت؟ شنو القرار اللي اتخذت النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بأريانا اليوم الجمعه قرار الاحتفاظ باشخاص مشتبه بهم في وقعة الاعتداء الذي تعرض لها مؤخرا أحد الأطفال بأحد رياض الأطفال، وذلك إلى حين استكمال الأبحاث وورود نتائج التسخير الطبية. فهمتني؟ يا ربي إن شاء الله بين الحق يا ربي. أي عبد داخل في المعبوكة هذه وداخل في الخنار هذايا متاع الاعتداء على الطفل إن شاء الله يا ربي ياخو أقصى الأحكام وحتى توصل للمؤبد والإعدام. وأكدت النيابة العمومية في بلاغ إعلامي أنه على أثر تقدم والدة الطفل المتضرر من واقعة الاعتداء بجهة النصر من ولاية أريانا بشكاية، تم التعامل مع البلاغ بشكل فوري وجدي، حيث تم سماع الشاكية وسماع المتضرر بحضور أخصائي نفسي، تم عرضه مباشرة على الطب الشرعي وإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة إلى جانب معاينة مكان الواقع ومحتوى كاميرات المراقبة وسماع جميع الأطراف العاملة بالروضة المذكورة. وعبرت العديد من الجمعيات التي تعنى بحقوق الأطفال عن مساندتها المطلقة للطفل ضحية الاعتداء بفضاء من المفترض أن يكون نموذجا للحماية من المخاطر والتهديدات داعية إلى الغلق الفوري لهذه المؤسسة. هو بالرسمي هو الحقيقة كي تجي تشوف معناتها أكثر بلاصة نورمالمون سيكوريزي وأكثر بلاصة تكون الصغير متحصن بها، فهمتني؟ وفي مأمن فيه، طلع أكثر بلاصة هو مضر فيه. حاشاكم كونسير من الأخر، ريت البلاصة هذيك كونسير من بلاصة نورمال أنت تراها محصنة، يدخل الكونسير هذاك بتاع على شكل عباد هوايش بشرية، فهمتني؟ ولا يفعلوا في الصغار اللي هم معناتها البارون حاطينهم غاديك مش في بالهم اللي هم في مأمن ولبس عليهم وكل. والحاجة الأخرى اللي غيظتني وقعدت نخمم فيها برشا، ركزوا مع النقطة هذه. قالوا والله أعلى وأعلم، يمكن صحيح يمكن غلط، فما شيء موثق، أما كان تطلع الفرضية ذي صحيحة مشينا فيه. اللي عمل الشيء هذا في الطفل راه مصور،
وعنده بيت وحده معناتها يدخل الصغار وحده، خايف لا يطلع مصورهم ومهبطهم فيديوهات ولا مسجلهم فيديوهات وبيعهم، والله اعلى واعلم في اما سيد حاتم ولا بيع، الله اعلى واعلم. بالله 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 النقطه هذه ركزوا فيها، والناس الدوله باش تركز معاه يطلعش المريض النفسي ايش يقول فمي يعني الشيطان هذا مش يطلع عملها مادام وصل تعدى على طفل 3 سنين. انا نتوقع اللي هو عادي يعملها ويصوروا ويهبطوا وعامل كوميونيتي نتاع عباد مختلين عقليا فهمتي، ولا يتبعوا في الصغار هذوما 3 سنين وكل يبعث لهم لي فيديو ولا يبيعهم، والله اعلم. يلزمنا نركزوا ونثبتوا بالله بالرسمي النقطه هذه، حاولوا توصلوها كل الطرق الفايده توصل للدوله، خاطر عادي يكون الانسان هذا راه عمل برشا راه قبل نتفرجوا احنا في الوثائقيات وكل برشا كيما هذا المريض هذا راه عملوها، كون تبع صغار من بعد يولي يسجلوا من بعد يولي يبيعهم تولي مع بوك اخر. هذا شنو قررت النيابه العموميه مخص الحادثه هذه؟ الروضه تسكرت. وشنو اخر؟ اذنت النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه باريان بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي في قضيه شبهه الاعتداء الجنسي على طفل 3 سنوات في روضه معروفه بحي النصر، كما قررت ايضا الاحتفاظ ب3 متهمين اخرين على ذمه الابحاث. معناتها يمكن 3 اخرين يكونوا في القضيه هذه ولا عاونوه، ولا مش مؤكد اللي هما 3. ينجم يكون 1، كم ينجم يكون 2، ينجم يكون 3، ينجم يكون 0، ينجم يكونوا حتى اكثر، لكن فما 3 شاكين فيهم اللي هما عملوا العمله مع المريض هذايا مع المختل عقليا هذايا، ولا عاونوه ولا فهمتني. لازمهم يثبتوا وياخذوا وقتهم الفائدة حقيقة كاملة تخرج. هذا ولا تزال تحقيقات جاري بخصوص ملف القضية وفق ما أكده مصدر قضائي. بدورها أكدت النائبة بمجلس النواب الشعب سيرين مرابط في تدوين على صفحتها بالفيسبوك خبر الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي و3 آخرين في القضية المذكورة، معناتها 4 من الناس تم متوقفين. المتهم الرئيسي تأكدوا اسكو هو عملها ولا العملة هذه كان عملها إن شاء الله يتحكم بخسر العقوبات وما عادش يشوفها الشمس جملة. وكيف كيف 3 آخرين فيهم شبهة كيف ما نقولوا متاع يمكن عملوا يمكن عاونوا يمكن الله أعلم فهمتي، ولا عندهم دخل حتى لو كان بسيط بالحكاية هذه. وإن شاء الله يا رب يتحكموا الكل. والروضة هذه لازم تتشمع ولازم تكون درس لأي إنسان يخدم في روضة ولا أي إنسان يتبع الصغار باش العملة هذه ما نعودوش الراو. معناتها ولي يمشي يحط صغيره في روضة يلقاه عاملين فيه هكا بالرسمي راو عندهم حق الأولياء هم مفجوعين وبرشا يقول لك اختاني منها أن الروضة كان ولدي باش يصير وقت الراو حكاية كما هكا بالرسمي على الدنيا سلام. واللي الحاجة اللي تزيد توهقهم أكثر الأولياء اللي الأم هذه صراحة معناتها 13 يوم باش خذت حقها كما الحكاية ضربت في السوشيال ميديا. معناتها كان عبد ما وصلش صوته ولا الحكاية ما دارتش في السوشيال ميديا معناتها عادي وكهو شيء خوف. إن شاء الله كل واحد ياخذ حقه وان شاء الله ياخذوا اقصى العقوبات، وان شاء الله اي ولي او وليه تمشي تشكي تاخذ حقها بالوقت. الامور هذه راهي استعجاليه، هذه مش نتاع ارجع غدوه ولا بيروقراطيه ومشي منه قد من، هذه نتاع شكيت تو بالوقت تتخذ الاجراءات الكل وفيت فيه ما فيهاش كلام. هذه حياه طفل ما عنده حتى دخل بريء نيه ملايكه ما يعرفش شر يصير فيه كما هكا يحطموا له حياته ما فيهاش كلام. عاد هذه ما يسمى نتاع بلاصه باش نناقشوا فيها لا والله يلزم ما يلزمش، هذه حاجات استعجاليه. ان شاء الله ما يطلعش الاخر حاسيلو هبط له فيديوهاته في والله مازالت الفكره في مخي وربي يستر. ان شاء الله ما يطلعش المريض الاخر هبط له فيديوهاته وكهو والله. وختامها مسك. تو باش نمشيو نشوفوا مع بعضنا الروضه كيفاه تسكر. فما عباد ملمومه يعطيهم الصحه ما عرفش عليهم تبعين ناهي جمعيه ولا وحدهم ولا افراد مستقلين ولا ربي معه. هذه حاجه ما يهمنيش فيه، اللي يهمني فيه الموقف اللي اتخذوه ومشيوا قدام الروضه واحتجوا مثلا وكما روضه سكرت. خاطر سمعنا كيف ما قالت النائبه سيرين مرابط ويرحم الله والديها اللي هي وقفت مع الام هذه مع الوليه ومع الطفل الصغير، قالت راه جاء امر بغلق الروضه لكن مولات الروضه واصله. اي نعم معناتها مخبي دي بيدو في الروضه نتاعهم ويفعلوا في الصغار وجاء امر باش تسكر الروضه لكن لا ما تسكرش. علاش؟ خاطر واصل مازلنا عايشين هكا 2026 مازلنا عايشين هكا شبلنا بلاد القانون وكل واحد ياخذ حقه. وراو في برشا عباد مثلا كبار فهمتي ولا يشدوا قلبه على عمليه تحيل على شيء على كذا جي معناتها واحده خاطر هي واصله ولا عندها الكتاف تفعل اللي تحب في العباد. لكن الحمد لله في الاخر تسكرت الروضه هذه ونتبعوا مع بعضنا وان شاء الله يا ربي ما عادش نراو الحالات هذه. يلا الروضه هذه محطه التلفزيون تي في عسلوا معلقين راهم كتيبه وكل بتاع كيف ما نقولوا يكلاشيو في الروضه من الاخر.
انا متهنيت كما ريت على عيني اللي الروضه تسكرت، اللي الخنار هذايا ما عادش باش نراوه في البلاصه هذيك. بالله باش نسال تو جاني سؤال، اخي فما اولياء اليوم جاوا للروضه هذيك وجاوا باش يحطوا صغارهم غادي؟ Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the... نعم. الو لا برسم كان يطلع ولي عملها. لا اله الا الله يا صاحبي، لا اله الا الله. فاش كنت تخمم ولا فاد من صغيرك وش يلعب كثر لم يضحك. المهم الحقيقه فما التصوير قاعد من الدوله نتاع صاحب العمله، لكن مش باش نهبطوا تصويرته حتى اللي يثبت اللي هو صاحب العمله، خاطر ساعات راهو فما عباد نظلموهم فهمتني، وراه على عينيا وتعلمت مع الوقت اللي فما عباد راهي تظلم وبعد يطلع خاطئ. الله اعلم، يمكن خويا زميله، يمكن هو، الله اعلم. حتى اللي يهبط حكم قضائي نهائي بالاشخاص هذوك من بعد سهل، بعد كل شيء سهل. اما هبطولوش تو تصويرته، اما الحمد لله تو بعد بريود تو يبان شكون، وان شاء الله على قريب. ما نحبوش تطويل الهدره، ما فما تحاليل وفما الفنيه فهمتي، ولا منهم غادي يعطيونا الحكايه الصحيحه، القضاء ياخذ مجراه، كل واحد ياخذ حقه، واقصى العقوبات وتنسى الكل نطالبوا بها. وبالله رانا نطالبوا بالاعدام. راهو في العباد كيما هكا راهو ما عندهمش الحق باش يعيشوا معنا، ضرونا في صغارنا، دمرونا صغارنا. راهو ما يصيرش. كان ثبت اللي فما واحد في الروضه عمل العمله هذه الاعدام، يلزمنا نكبسوا شبيبه الحقيقه. يزينا ما قعدنا طبق الاعدام وفما شيء. التوانسه نحبوا هك ساوي رجال وكبار وصغار، تقول لي منظمات ولا تقول لي حريات. عبد يعتدي ويضرب ويضر بمستقبل صغير ويدمر صغير، ولا اللي هو ولا يشد طفل ولا يعمل شيء في رجل كبير ولا مرأة كبيرة ولا يعذب حيوان، احنا توانسه ما نقبلوهاش، ما نحبوش يعيش معانا، ومن المفروض ما يعيشش معانا. ما تخليش من بعد راهو عنده حقوق، معناتها العباد اللي تضرت ما عندهمش هذه حقوق. لا اله الا الله، يعمل عمل ويدافعوا عليه. لا اله الا الله. ولا يقول لك لا ما هو مريض نفسي، لا ما فماش منه مريض نفسي. مريض نفسي واضح، ترى من بعيد تعرفوا مريض نفسي، تلقاه ما ينجمش يتحكم بافعال، اما ينجم يحكي ولا يخدم ولا يدور ويتعامل كيفنا، راهو سعيد يكون مريض. هذاك هو حاسب. انا ذا هو راي الحقيقه. عبد عمل كيما هكا ضرب طفل صغير شنق ديريكت. عادي صاحبي ما تحكيش معايا مرتين. كل واحد وراي يكتبوا لنا راكم، هل تعتقد شنو تعتقد العقوبه اللي يستحقوها العباد هذوما، وكيفاش نقيو صغارنا نقيو رواحنا من الخنار اللي صاير في روضه كيما هكا. ان شاء الله ما يطلعش فما بلايص اخرين زاد صاير فيهم هكا وكا. بيس اند دوف. كما اخوكم زداش تو ديكس. نشوفوكم ان شاء الله غدا في فيديوهات منوعه، وكان فما اي خبر جديد بالطبيعه تلقاوه كان في الشانل نتاعي. الاخبار الموثقه بنضيف، الاخبار الرسميه لا تقول لي قالوا لا عملوا. نعطيكم روح الزبده من دي سورس اوفيسيال صاحبي، باش ما تقوليش راهو تهبط كيما الاخر والاخر يهبط كيفه. مانيش كيف كيفه برو. الزياد الرسمي الرسمي. ما نبداش نحاول نطلع على البيوز. يلا باي باي.